ودوني للمعلق ده، ودوني اشوفه اللي شمتان فينا، اشوفه. والآن أعزائي، كان هو صاحب منطقة الشلل الشهير بالأعرج، كان لابد له أن يأتي بإكسسوار واحد وهو كرسي بعجل، ولكن نعتذر غير موجود هذه المرة. ومعنا الآن الكابتن المشلول. ما آرائك بعد هزيمة ال 85 كابتن مشلول؟ قبل ما اسجل معاكم احب اعرف انتوا قناة ايه؟ نحن قناة الجزيرة الرياضية عزيزي. اسف ما بسجلش معاكم. ايه ده؟ النصر والشهادة؟ لا ده صفت اللبن. رجعوني، طلعت اللي جوايا، كنت معبي منهم يا الله، معبي منهم والله. والآن أعزائي تبقى الكلمة الأخيرة للكبير المدرب الخطير بمشية البجعة الأنثى الغريبة سلحفاة طائرة، وهو صاحب الخطط الجهنمية، لا تقول سبلنتر ولا رشدان. هذا هو المعلم العريان. كابتن عريان، ما تعليقك بعد هزيمة ال 85 كابتن عريان؟ دموع الفرحة بكل تأكيد. 85 الحمد لله، كنا مغلوبين 22-0 في اخر 3 دقايق، وبفضل التكتيك بتاعي نزلت نيدو وحطيت بداله الأعرج. ال 22 بقوا 85 في 3 دقايق. ولكن عزيزي، من هو هذا اللاعب نيدو؟ لا نيدو ده بودرة، التاني سايب صفت اللبن بقى. بالفعل أعزائي، كانت هذه كلمة الكابتن عريان. كابتن عريان، بتحب توجه كلمة للجمهور كابتن عريان؟ أنا أحسن مدرب شفته في حياتي. نشكرك كابتن عريان، عجيب جدا. والآن أعزائي تأتي اللحظة الكبيرة، اللحظة الخطيرة، اللحظة اللي بينتظرها الملايين. هو لاعب كبير، موهبة عظيمة، والفارق ليس كبير على أن يصنف مع مارادونا وبيليه. يأتي هنا يا أعزائي في هذه اللحظة الكابتن العملاق وكابتن فريق صفت اللبن، الكابتن سعيد ماسي. كابتن ميسي، تحب تقول كلمة للجمهور بعد هزيمة اليوم 85-0 يا كابتن ميسي؟ كابتن ميسي، الجمهور بده يعرف ماذا حصل بعد هزيمة ال 85 يا كابتن ميسي؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. قدرت اكيد 30 كون، الحمد لله يا رب، وقدرت اهتف، والحمد لله يا رب، الحمد لله. كما انا مهاكم. كابتن ميسي، لقد قمت باحراز ال 30 جول في مرماك يا كابتن ميسي. الحمد لله، الحمد لله يا رب. انا هتاف وهتفت بخط النصر في انهي كون، الحمد لله. كابتن ميسي، كان بالاحرى ان تحرز الاهداف في المرمى الاخر للفريق المنافس يا كابتن ميسي. المرمى ده اللي هو الكون؟ بالفعل عزيزي، هو الكون. كنت اعمل ايه بقى؟ مفروض بانك بتسجل اهداف في المرمى الاخر لا في مرماك يا كابتن ميسي. ما هو الكون التاني بعيد، الكون التاني بعيد، واحنا ليه نروح نلعب عند الكون البعيد؟ ما الكون بتاعنا اهو، نروح نلعب عند الكون ما احنا عندنا كون، كل واحد عنده كون، الفرقه التانيه عندها كون واحنا عندنا كون، بس احنا بقى اخلاقنا عاليه، بنقول لهم تعالوا العبوا عندنا. فكلنا بقى بنلعب عند الكون بتاعنا، بس ممكن نروح نلعب هناك عند الكون بتاعهم يقولوا لا مفيش لعب هنا، امشي انت وهو العب بعيد. فبنلعب بقى عند الكون بتاعنا بقى، يقف الحارس بتاعنا الكون يعني بتاعنا ويلعب لنا كوره بظهره كده، كون مشترك، كلنا بقى نجيب اكوان. بص يا كابتن عصام استنى بس، عايز تتكلم وخلاص اتكلم، بص الكوره دي، بص الحركه دي، وتيجي ورايا بقى تيجي في الكون بتاعنا. يا سلام عليك وعلى مهاراتك يا كابتن ميسي. كابتن ميسي، بنشكرك على هذه المهارات الثقيلة يا كابتن ميسي اللي بثقلت بها الجمهور. وفي الأخير كابتن ميسي، بتحب تقول كلمة للجمهور عزيزي؟ كلمة ايه بس يا كابتن عصام؟ ما هي مشروعاتك المستقبلية يا كابتن ميسي؟ عايز اتجوز.
كابتن ميسي، ما دخل الزواج بكرة القدم يا كابتن ميسي؟ عايز اتجوز عشان اخلف عيال عاقله، عشان عيلتنا كلها عبط. شكرا كابتن ميسي، وعلى خير بندعو للكابتن ميسي بالشفاء ونقول له شكرا جدا. واعزائي الجماهير، كانت هي اللحظات القصيره اللي استمتعت معاكم بهزيمه ال 85-0 لنادي صفت اللبن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صفت اللبن ايه؟ او 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 صفت اللبن زبادي وجبن، صفت اللبن زبادي وجبن. صفت اللبن نحن ندلل أبقارنا. كابتن ميسي دي هديه من الجمهور. بس يا جماعة كله يروح على تمارينه، مش عايزين فرحتنا تنسينا. ده لو عرفوا ان احنا بناخد منشطات هينفخونا. يا ابني دي مش منشطات، دي مهبطات. مهبطات ايه؟ اي حاجة عشان ننسى دول 85 جون. كان ولا ماتش السله. ماتش يسلى ايه؟ ده احنا لو بنلعب كفرة مش هيجيبوا فينا 5. يا ابني ما كانش فيه كوره ايام الكفره. يا عم بطل كدب، الكرة من ايام فجر الاسلام. والله العظيم. والله. على كده ابو لهب كان بينزل يولع الماتش. يا مش ابو لهب. تعرف ان زمان كان الحكام شيوخ؟ ازاي؟ يعني لو انت اتكسرت في ال 18 كان يصفر ويحسبها ضربة جزاك الله خيرا. كان في ايمان، ما كانتش الدنيا بايظه. يا عم سيبني في حالي. خد ايه؟ انت ايه الماشيه دي مالك؟ ايه ده، انت ما شفتش الماتش ولا لا ايه؟ كنت بتفرج. بص، في كرة جت طايره، جيت اخدها على الثابته، الحكم صفر، الماتش خلص. سبت على كده؟ لازم الماتش يكمل، مش هقدر اتحرك والله. الله يعينك. يلا سيبني في حالي والنبي مخنوق. سلام يا عم. خد تعالى. انت عملتها على نفسك من الفرحه ولا ايه؟ مالك بتمشي كده ليه؟ انت ما اتفرجتش على الماتش؟ شفته يا عم، انا كنت فيه. طب فاكر الفاول؟ كلنا عملنا ايه؟ وقفنا حيط. وقفنا كده. جريتوا انتوا. أيوة. قلت لكم تعالوا وانا بقول لكم تعالوا الواد شاط. بس ربنا يصبرك، مكتوب لك تعيش طفل. معلش. ايه الله عليك يا كابتن عريان. الله، ايه الخطه والتكتيك ده؟ ايه التكتيك ده؟ التكتيك ده اسلوب بتعامل بيه كل مباراه، لدرجه ان انا زهقت منه. بجيب كابتن ابو الركب على الشمال وكابتن شلت على اليمين، بحيث ان احنا هنا ممكن نتنطط براحتنا. في خط الوسط بنزل الاعرج يشل المنطقه. يشل المنطقه. ما هو اعرج. يا هزيمه 85-0، ده سي في يخليني ادرب نادي بني عبيد وانا حاطط رجل على رجل. بني عبيد؟ ايه ده، مش عارف مين بني عبيد؟ مين بني عبيد؟ نبيل عبيد، مكرم عبيد. يا كابتن عريان، انت ليه ما بتخلينيش العب في التقسيمه؟ ليه مش عايزني العب في المطوشه؟ انت بتعرف تلعب كوره يا ابني؟ طبعا بعرف العب. لا اختبرك. اختبر. طيب، حاجه مدوره ابيض في اسود وبيلعبوا بيها في الملاعب. حاجه مدوره وابيض. يا كابتن انت بتصعبها عليا ليه يا كابتن؟ يا ابني كوره. صح، كوره مدوره وابيض. معلش يا كابتن انا اسف، والنبي قول لي حاجه تاني معلش. سؤال تاني. حاجتين مكورتين ابيض في اسود وبيلعبوا بيها في الملاعب. يا كابتن ما تحرجنيش يا كابتن والنبي، مش عايز تلعبني قول لي بس ما تحرجنيش. يا ابني كورتين. حاجتين مدورين. صح كورتين، معلش والنبي. اخر سؤال. بعديها مش هتشم الكوره. ماشي. تمام. كائن حي ابيض في اسود بيحلبوا منه اللبن واسمه بقره. 3 كور. طبعا. انا عارف ده انا كنت بلعب كوره زمان. انت كنت بتلعب زمان؟ بس بطلت دلوقتي. بطلت ليه؟ بلعت لساني. ايه صبر. انت بلعت لسانك؟ ايوه يا كابتن سعيد بلعت لساني. طعمه حلو. جربت ابلع لساني واتوق، عايز اتوق. كابتن شيخ ماجد. شيخ ماجد. ايوه يا كابتن عريان. لا يا شيخ ماجد، لا انا عاتب عليك بجد. ايه بس في ايه لا سمح الله؟ معقول تبقى انت انفراد انت والجون، سيب الكوره والملعب وتطلع بره؟ ما اني هشرح له. اني كنت واقف في الملعب بسبح واستغفر، عايش في بلكون تاني، قوم لقيت الكرة جت قدامي وانا لوحدي، قمت